كابتن احمد حسام ميدو عمل مؤتمر صحفي في نادي الزمالك. ضرب فيه البدله الجميله وطلع يهاجم التحكيم ويبين قد ايه ان الزمالك مظلوم يعني. الاول قبل ما نتكلم في الموضوع ده تعالوا نشوف قال ايه في المؤتمر، وهوريكم حاجه بعد كده. تم ابعاد الزمالك عن المنافسه. اول ماتش في الدوري احنا اللي اتظلمنا، احنا اللي اتظلمنا، احنا اللي اتحسب علينا ضربه جزاء ما فيهاش ريحه ضربه الجزاء، ومن غير ما نعمل اي حاجه تم تسريب مقطع صوتي للاعلام، وبناء عليه المنافس خرج بيان شديد اللهجه في تحذير للجنه الحكام. وايه الباقي حضراتكم عارفين حصل فينا ايه في الماتشات اللي بعد كده، حضراتكم عارفين حصل فينا ايه. اتمنى ان اللي حصل ده ما يكونش صدفه. بتمنى وعندي عشم كبير في حال الرياضه في مصر ان اللي حصل ده ما يكونش صدفه، لكن للاسف عندي شكوك كبيره، شكوك مش جوه ميدو بس، مش جوه احمد حسام بس، شكوك جوه قلب كل زملكاوي بيحب النادي ده. زي ما سمعتوا كده، معلش انا اسف، انا كنتش عايز اطول الفيديو، بس الفيديو لازم يطول شويه. لان تفاصيله كتير. كابتن احمد حسام ميدو طالع كالعاده بيهاجم التحكيم، وما شاء الله عامل مؤتمر صحفي عالمي، وانا يعني ده تجهيز منه عشان يترشح للرئاسة. وكأن المفروض اللي يترشح للرئاسة في الزمالك دايما يسمع جمهور الزمالك اللي هو عايز يسمعه، اللي بيحب يسمعه. والدليل على كده، يعني في دليل على الكلام اللي انا بقوله، مش بقول كلام وخلاص يعني. دليل على كده اللي هتسمعوه دلوقتي من كابتن احمد حسام ميدو نفسه. تجميعة معلش الفيديو هيطول شوية، تجميعة صغيرة كده لكل آرائه عن النادي الأهلي، وكل اللي كان بيقوله أيام ما كان بيمرن فرق تانية وأيام ما كان بيمرن الزمالك. تعالوا نسمعه ونرجع تاني نكمل. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام، انا حزين ان الحكم ساعد نادي الزمالك ان هو يرجع للماتش مره تانية. بقول تاني لنادي الزمالك مبروك النقطه. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي شغاله واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام، أيوه، ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي، نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6-7 سنين. في كل الاجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بايد اولاد الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم، وبتتكلم على المظلوميه، وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل، وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه. لكن انا فعلا شايف، انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك، ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده، انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما ده اللي بقول عليه. اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا، وانا بدرب الزمالك تمام كنت بقول كلام للحكم، يعني ايه، مش عايز اقول لك ايه، اخش في السجن. تمام. يعمل نفسه ايه، مش واخد بالي. وانا ماسك وادي دجله يا عيني مثلا، ولا المقصه ولا بتاع، اقسم بالله دكتور ماتشات في المدرج، والله العظيم ماتشات في المدرج. والله مره قلت الحكم البنا تمام، قلت له مره يا كابتن حرام عليك اللي انت بتعمله، انا عملت لك ايه؟ راح مديني الاحمر. اقسم بالله انه قرب مني راح مجزعلي وراح مديني الاحمر. قلت له تقدر تعمل معايا كده وانا بدرب الزمالك؟ تخيل حضرتك لو انت بكره الصبح بقيت رئيس نادي الزمالك وداخل بتصلح، انت بتصلح حاجات ماشيه غلط بقى لها 40 سنه، حاجات بقى لها 30 سنه، من هيكله اداريه، موظفين، نظام شغل، عقليه، منتاليتي. لعيب لسه داخل، لسه اول مره يخش نادي الزمالك، وانا فاكر كويس قوي كان فرحان جدا ان هو جاي الزمالك. فجاله لعيب كده، لعيب كبير في نادي الزمالك يعني، قال له ايه؟ قال له يا ابني ايه اللي جابك هنا؟
ده احنا كلنا عايزين نمشي من هنا، واحد من كباتن الزمالك. يا نهار اسود. احنا كلنا بنهرب من هنا، ايه اللي جابك؟ فالواد يا عيني بصيت في وشه الفرحه، خلاص. لا الفرحه اللي كان هو داخل بيها الزمالك مره مره واحده خلاص. الواد ده هيلعب تاني ازاي؟ اللعيب ده ما لعبش في الزمالك. الزمالك كل 7-8 سنين بيقدر يبني جيل بمدرب يقدر بعديها يكسب الدوري 5-6 سنين ورا بعض. ما بيحصلش. ما بيحصلش، يتم هدمه عن عمد. وانا ما بقولش ان بيتم هدمه من بره النادي، لا لا لا، انا مش بتاع الكلام ده، من جوه النادي. كابتن جوهري لما جه عمل منظومه في الزمالك جامده جدا. كابتن جوهري بقى حكي لي الكلام ده بنفسه. تم محاربه كابتن جوهري من نفس الشخص اللي حارب ديف ماكاي. حاربوه. هو شخص واحد؟ لا، شخص بشلته، شخص بشلته. طب والشله دي ما زالت موجوده؟ ما زالوا موجودين. لا بتهزر. لا دلوقتي شله عميقه لا جدا. لا جدا جدا. دي كانت اراء كابتن ميدو قبل كده على اللي كان بيحصل من التحكيم، وانه ازاي كان ايام ما كان في الزمالك ما كانش في حكم يقدر يطرده، يقول له لو راجل اطردني من الملعب. وازاي ايام ما كان ماسك المقصه وماسك فرق تانية كان بينظلم قدام الزمالك، واول ما يتكلم حكم كلمه يروح طرده على طول. دي ارائك انت، دي ارائك انت اللي قلتها. اللي انت طالع تقوله بقى في المؤتمر الصحفي ده، طالع تفهمنا ايه وطالع تفهم جمهورك ايه؟ يعني هل هو من شروط التأهل ان انت تكون الرئيس لنادي الزمالك ان انت تاخد جمهور الزمالك في السكة دي؟ يعني بدل ما تقول تحط خطوات، تعمل مؤتمر وتقول انا هحط خطوات اصلاح لنادي الزمالك 1 2 3 4، طالع برضو تمشي تاخد الجمهور في سكة التحكيم. يعني مفيش فرق بين زيد ولا عبيد ولا كاني ولا مفيش فرق بين اي حد فيكم. والله العظيم 3 انا عارف ان ما في مخلوق بيحب الزمالك فعلا من قلبه، اللي هو واحد بس، كابتن حسن شحاتة، اللي باعد نفسه عن المشهد تماما، وراجل غيور على ناديه بيحبه، بس باعد نفسه عن المشهد لانه حاسس انه مش هيسلك مع الناس دي. كل واحد بيدور على مصلحته الشخصية. اول امبارح اطلع اقول النادي الاهلي هو الوحش الاوروبي، النادي الاهلي افضل منظومة في مصر، واول ما اقول هترشح للرئاسة اضرب البدلة واعمل مؤتمر صحفي اقول فيه اللي يرضي الجمهور. التحكيم عمل فينا وسوى فينا، التحكيم عمل فينا وسوى. هل انت مقتنع من جواك ان نادي الزمالك اصلا فرقه تنافس دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي؟ مش دعوه قبل كده ولا بعد كده، لا. فيبقى ليه بقى ليه تستخف بجمهورك ودماغ جمهورك ليه؟ يعني لحد امتى هيفضل كل واحد بيدور على مصلحته هو؟ انا اهلاوي، انا ما يخصنيش، بس انا صعبان عليا اللي بيحصل في نادي الزمالك، واني مش شايف حد بيحب نادي الزمالك يعني من قلبه. او اللي بيحب نادي الزمالك لازم يقعد يعني يهاجم ده ويهاجم ده. لا، الدنيا مش كده. اقعد شوف بيتك من جوه فيه ايه وحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.